السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايين بفيديو جديد نتعلم ازاي نتعامل مع الخيل على الارض. مبدئيا كده ازاي ايديا تخش على الحصان بطريقة مظبوطة، ازاي اتجنب ان الحصان ممكن لو هو مثلا بيعض او كده اتعامل معاه من غير ما يبقى فيه اي ضرر. شايفين الحصان اهو بيلعب مع ايدي من غير ما فيه اي ضرر. طيب انا لو عايز اتعامل مع الحصان ودخلت همسكه ازاي من الراس اللي انا ماسكها او اللجام؟ ما ينفعش امسكه من بعيد، كل ما مسكت من بعيد كل ما قل التحكم. شايفين الحصان بدأ ينساني اهو يمشي بعيد عني، اذا انا لازم امسك من قريب. لما امسك من قريب من هنا انا هقدر اتحكم في الراس، ابعدها عني او اقربها عني. هو مثلا بيضايقني وعمال يقرب مني عايز ابعده، هكذا. انا عايز اتمشى بالحصان ايديا تبقى مفروده وحصاني يبقى ماشي جنبي كده، ما بقاش انا سابق الحصان وبشده، ده كده منظر مش حلو، ما ينفعش للخيل. لازم الحصان يبقى رجلي جنب رجله وانا ماشي معاه. طيب ايديا بتبقى مفروده، بصوا كده نادر الحصان وضعي بالظبط كده اهو. شايفين ايديا مفروده ازاي؟ شايفين الفرق ما بيني وما بين الحصان؟ اقدر اتمشى كده من غير ما الحصان يخش المكان بتاعي فهو ماشي يخبطني او اي حاجه. طيب الحصان عامه عايز تعامل بهدوء، تعامل بحنيه. ازاي بقى؟ هقدر اوريكم دلوقتي. طيب دلوقتي فكينا الراس وفكينا كل حاجه وهنخش من البدايه على الفرسه الجميله اللي معانا ونشوف ازاي بقى اخش عليها داخله من البدايه خالص صح، اركب الراس واخدها ونطلع نطبق كل اللي اتكلمنا فيه في بدايه الفيديو. يلا بينا نخش كده على الفرسه. بخش على الفرسه في الاول لازم اخش عليها هادي، اسلم عليها زي كده اهو هسلم على الرقبه. تمام. ايديا بمدها ازاي للفرسه؟ بمدها مفروده زي ما اتكلمنا اهو كده كده هي ما تقدرش تاذيني في حاجه. هو الخيل اصلا مش مؤذي بس انا بتجنب برضو اي اخطاء. ايديا مفروده تمام على الهادي. تمام. هبدا اركب لها الراس، امسك الراس كده كده. طبعا وانا بركب الراس او اللجامه او اي حاجه لازم اتاكد ان الشعر ما يبقاش يضايق الحصان بتاعي. تمام. ارجع امسكها من هنا، ارجعها سنه لورا عشان ما تخبطش نفسها، وافتح الباب ونبدا نطلع مع بعض. ما شدش اللجام من بعيد زي كده واشدها واطلع، تطلع تيجي كده او تيجي كده تتخبط. ابدا اطلعها زي ما اتفقنا، ايديا مفروده شغال مع الفرسه كده باقل قوه، مش لازم اعصرها في ايدي، بالراحه طبطب عليها. بصوا بقى بالنسبه لايدي ازاي بتتعامل مع الفرسه. اكبر خطا ان انا لما اخش على الحصان ابقى فارد له ايدي كده بالطول او اخش بسرعه عليه. شايفين انا لما بخش بايدي بسرعه الحصان بيتخض. اللي يركز معايا كده، اخش بايدي بسرعه عليه الحصان هو بدا يطمن لنا. بس احنا تعالى كده هعمل له كده مره واحده الحصان يتخض. فاذا انا كل اللي محتاجه ان انا اشتغل بالراحه مع الحصان. طيب دلوقتي اذا اللي اتفقنا عليه ان احنا عايزين نتعامل مع الحصان بهدوء عشان نحافظ على هدوءه، لان انا لو اتعاملت بصوره قويه شويه الحصان هيبدا يظهر لي هو كمان القوه. تمام. دلوقتي هنتفق ازاي اطبطب، ايه الاماكن اللي اتعامل فيها مع الحصان اطبطب عليه فيها وتبقى الدنيا تمام وهو بيحبها. الحصان بيحب الجزء ده ان هو يتلعب له فيه. تمام. الجزء ده تمام، العب له هنا في وشه كده، بس داخل عليه ايديا قويه وفي نفس الوقت بطيئه، ولا هي انا داخل له مرعوب كده فيبدا هو كمان يوصل له الشعور دون فيبدا يخاف مني. ما انا لو خايف هو كمان هيخاف. لازم ابين له ان انا عندي ثقه في نفسي، اطبطب عليه ماسك صح، اطبطب صح. طيب انا واقف مع الحصان بالذات لو الحصان بتاعي اكتف قوي شويه ما ينفعش اقف قدامه لان وارد يرفع رجله دي يخبط بيها، وده الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده في فيديوهات تانية بس برضو بنحب ننوه عليها. ما ينفعش العب مع الجزء الخلفي الا لو الحصان مركز معايا واخد باله وهو عارفني وانا عارفه والامور معاه تمام، بس احنا بنتكلم على العموم. انا هتمشى دلوقتي بالحصان، ناخد لفه قدامكم ونشوف ازاي الوضع الصح اللي يضمن لي اعلى نسبه امان. ايوه الحصان يتحرك اتحرك معاه، رجلي جنب رجلي، نلف ونرجع تاني، نلف ونرجع تاني.
دلوقتي يا جماعه الحصينه دي مسخره من ربنا عز وجل ان هي بتاعنا، فالحصان مش بيحاول ان هو يأذينا. كل الفكره ان الحصان اصلا من الكائنات الجبانه جدا لوحدها، محتاجه من الفارس بتاعها ان هو يطمنها، يحسسها ان هو حد كفء ان هو يشيل مسؤوليتها. لو عملنا الحاجات دي مع الحصان، الحصان بيبدأ في التالي يديني كل قوته ويديني كل الامان. ده اللي انا محتاجه مع الحصان، ان انا اوصل له ان انا قد رعايتك، انا مش هخوفك، انا مش هأذيك. لو عملت ده مع الحصان، الحصان هيبدأ يديني كل حاجة يقدر يدهاني. ناخد لفة تانية. دي المرمغة يا جماعة، كل الخيل بتحب تتمرمغ. المرمغة دي لازم اديله فرصته، هو بيحب الرملة، اسيبه يتمرمغ براحته، دي ما فيهاش اي ضرر ليه ولا اي ضرر ليا. بصوا هينزل تاني. ماشي، انا هقرب منه عشان ايه؟ الراس عايز فرصة يتحرك براحته. برافو، جود. طيب قبل ما اخش لمرحله الركوب لازم اتاكد ان الحصان بتاعي جاهز. زي اي تمرين في الدنيا، ما ينفعش اخش عليه مره واحده، ما ينفعش اخش اطلع الحصان من البوكس اركب العده اقول له تعالى نركب، لا، لازم بشغله شويه لونج زي كده. ما شاء الله. عايز يتمرمغ تاني، هسيبه يتمرمغ لان احنا طالعين نتبسط مع بعض، انا مش طالع افرض عليه رايي. الحركه اللي هو بيعملها دي هو بيعرفني ان هو هينزل يتمرمغ. ماشي، براحتك خالص، براحتك براحتك. لازم يبقى في علاقه ما بيني وما بين الحصان، وافهم الاشارات بتاعته علشان خاطر يبقى في ما بيننا تواصل. رياضة الفروسية هي اتصال ما بين الفارس والحصان عشان يقدروا يوصلوا لركوب متميز، لركوب يقدر ينفذ فيه اللي انت عايزه وفي نفس الوقت يبقى ناجح معاه. نقول له 100 100. خلاص مش عايزين لعب كتير، ناخده نتمشى بيه. شغله شوية لونج. حصان مفعم بالطاقة وعايز يلعب. ليه؟ عشان انا شغال معاه صح، انا شغال معاه صح. الحصان عايز يلعب، عايز يلعب تاني. لازم اسيبه يلعب بس في نفس الوقت تحت سيطرتي. ما ينفعش اسيبه يلعب فيبدأ يحس ان هو بيعمل حاجات انا مش عايزه يعملها. لا، انا موصل له انا عايزك تلعب عادي والامور كلها تحت السيطرة. طيب دلوقتي اتكلمنا على طريقة التسخين بعد ما اتعاملنا مع الحصان كويس وكل حاجة. عايز اتأكد من اخر جزئية، هي بتطمني من ناحية الامان بالنسبة للحصان. الحوافر بتاعت الحصان لازم اطمن ان هي قبل ما اركب الحصان ان هي ما فيهاش اي ضرر للحصان. كل المطلوب مني همسك بايدي الشمال، هطبطب على الحصان، هفهمه ان انا واحدة واحدة هنزل لرجله. همسك رجله من هنا هيرفعها لي هو، تمام، رفعها لي. هاجي من هنا، تعالى يوسف كده جنبي، ابين الحافر، ادوس عليه. هو لو في حاجه بتوجعه هيبدا ايه؟ هيبدا يفلت ايده مني، لكن هو الامور معاه تمام. الرجل الثانيه اجي الناحيه الثانيه، اطلب منه بس طلب، بص بلمسها وبطلب، هو بيرفعها معايا 100 100. اتاكد، وهكذا الايه؟ وهكذا للاربع رجول. طيب انا في نقطه ما اتكلمتش فيها وهي اساسيه. انا افضل، انا كعن نفسي يعني افضل ان انا لما اتعامل مع الحصان اخلي الحصان دايما على يميني، ما يبقاش العكس. ليه؟ لان الايد اليمين فيها حساسيه اكتر من الايد الشمال. الايد الشمال بتبقى اقوى شويه، انا محتاج الحساسيه هنا، محتاج ان ايدي يبقى فيها سنس، ولا هي تعصر ولا هي تبقى طريه، فبالتالي هتعامل باليمين، هتعامل باليمين. اخر حاجه هوصيها لكم، تخلي بالكم من خيولكم، وما تنسوش لو حبيتوا تشتروا الفرسه الجميله دي احنا عارضينها للبيع، مستنيينكم تنورونا. وسائل التواصل هتلاقوها في الفيديو من تحت.
دخلت مع الحصان البوكس وطلعت ايه، عدلته وطالع معاه. ونشكرها ونقول لها مع السلامة.